السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل الرز المعمر اللي هو بالملح. طبعا احنا عارفين ان في رز معمر بالسكر، ده بيبقى تحلية. اما الرز المعمر اللي احنا نعمله النهاردة بالملح ان شاء الله بإذن الله ده بيتعمل جنب الاكل، ناكله جنب الخضار. تمام، يعني ده مش تحلية، ده بيتحط جنب الاكل او جنب الخضار واحنا بناكل. تمام يا حبايبي؟ هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا كمية الرز زي ما انتم شايفين كده، تقريبا كوباية ونص رز في البرام ده. تمام، البرام ده بياخد نص كيلو رز، نص كيلو خضار، نص كيلو لحمة، نص كيلو اي حاجة، ده مقدار النص كيلو. تمام يا حبايبي؟ زي ما احنا شايفين كده الاتنين نفس الحجم. تمام اهو زي ما احنا شايفين الرز عندنا غاسلينه ومنقيينه ونضيفه زي الفل زي ما انتم شايفين، وحاطينه في المصفى زي ما بوريكم كل مره لحد ما يتصفى. تمام كده، هنبدا ونقول بسم الله. عندنا ايه بقى؟ عندنا زبده زي ما احنا شايفين كده، وملح ولبن، مفيش اكتر من كده. اللبن لبن جاموسي زي ما انا معوداكم، مغلي ونضيفه وبالقشطه بتاعته بقى. يا سلام، القشطه ما تتحط معاه مع الرز المعمر بتعمل له وش وبتخليه جميل جدا. باذن الله هوريهولكم خطوه بخطوه ونسمي الله ونبدا مع بعض. تمام يا حبايبي؟ هنسمي يا حبايبي بسم الله ونحط هنا على وش الرز الزبده زي ما احنا شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام، وهنا نفس النظام. الخطوه اللي جايه هنعمل فيها ايه بقى؟ الخطوه اللي جايه احنا هندعك كل الزبده دي جوه الرز. بصوا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده عملنا ايه؟ مسكنا بقى الزبده اللي احنا حطيناها على الرز ودعكناها جامد بايدينا في الناحيتين الاتنين زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا دعكنا الزبده جامد، ريحه الزبده طلعت من قبل اصلا ما نعمل عليها اي حاجه. بصوا يا حبايبي دعكنا كميه الزبده اللي على الرز، بصوا مدعوكه جامد بالايد. تمام يا حبايبي؟ ونسمي بقى. اول حاجه هنعملها بعد كده هنحط كميه الملح. هنا معلقه ملح بالمعلقه المقدار الصغير ده اهو. تمام، وهنا كمان ادي معلقه ملح. تمام، ونسمي بالله ونحط اللبن زي ما احنا قلنا، لبن بالقشطه بتاعته، فلاحي مغلي وبالوش بتاعه كمان، الوش بتاعه ده اللي هو القشطه بتاعته. تمام، هنسمي بسم الله ونبدا نحط بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده. بصوا غطيناه خالص لبن، بصوا اللبن وجماله. نبدا نقلب البرام بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. بنقلب بقى الملح طبعا اللي احنا حطيناه اهو، بندوب الملح كله اللي احنا حطيناه. ممكن حد يدوب الملح جوه اللبن ويبدا يسقي بيه، مفيش مشكله خالص برضه اهو زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي اهو. تمام، اجي اول برام، ودي البرام التانية يا حبايبي سقينا لبن زي ما انتم شايفين برضه كده، ونبدا نقلب وندوب الملح فيه اهو زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه كده ايه ملوكي يعني. كده يا حبايبي البرامين بتوع الرز بسم الله ما شاء الله جاهزين زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا على الفرن بقى على طول. وهنا حبايبي كده خلصنا الرز المعمر بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، لسه مطلعين من الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا نطلع كده. بصوا جماله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، قشطه وكريمه. بصوا المنظر بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الرزايه من جوه. بصوا يا حبايبي اهو مفرفر وجميل ولونه اصفر كمان من الزبده اللي احنا حطيناها وطري. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا وشه يا حبايبي جميل يا حبايبي. وباذن الله ان شاء الله تجربوا وصفاتنا وتعجبكم باذن الله يا حبايبي، وان شاء الله كده نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.